ماشي في طريق عام وتشوف مشهد وضع مخل في عربيه يخليك تسال سؤال: هو في ايه؟ هي الناس دي ناس ان في قانون ولا ايه؟ فيديو مثير وعامل ضجه انتشر على السوشيال ميديا. بيظهر شاب وبنتين في عربيه على طريق محور 26 يوليو في وضع مخل وافعال منافيه للاداب، واللي حصل بعد كده قلب الدنيا. الداخليه اتحركت فورا، قبضت عليهم والنيابه بدات التحقيق. بس قبل ما نحكم لازم نفهم ايه الصح وايه الغلط وايه اللي حصل في الفيديو اللي اتنشر ده. القصه بدات لما شاب شاف عربيه فيها شاب وبنتين في افعال منافيه للاداب ووضع مخل وافعال خادشه للحياء العام، وبدا يصورهم بعد ما شاف تصرفات اعتبرها فعل فاضح في الطريق العام. المشكله ان اللي جوه العربيه لاحظوا ان هم بيتصوروا، فالموقف قلب خناق. وقفوه ونزلوا وحصلت مشاده واعتدوا عليه بالضرب وكسروا اجزاء من العربيه. وهنا بقى بدا البلاغ، فعل فاضح وتعدي وتكسير سياره وانتهاك للخصوصيه. التحريات قالت ان الفيديو المنتشر مش بيظهر كل حاجه حصلت من الاول، والنيابه دلوقتي بتراجع كاميرات المراقبه علشان تشوف الحقيقه كامله. وبالفعل تم القبض على المتهمين الاربعه، شابين وبنتين، واتعرضوا على النيابه للتحقيق. النيابه كمان طلبت فحص الفيديو الاصلي وتحليل مخدرات للمتهمين، بعد ما المصور قال ان العربيه حدفت عليه وكانت هتخبطه. اما المتهمين فانكروا كل حاجه، وكمان قالوا ان المصور هو اللي ضايقهم وتتبعهم، وان الواقعه كلها اتطورت صدفه. وما بين اقوال واقوال النيابه بتحقق وهنعرف الحقيقه فين. اولا الفعل الفاضح في الطريق العام، وتعالوا بقى نشوف القضيه من وجهه نظر القانون. اولا بالنسبه للفعل الفاضح في الطريق العام، يعني اي تصرف يخدش الحياء العام ويتشاف في مكان مفتوح حتى لو جوه عربيه في الشارع، ده يعتبر فعل فاضح. يعني العربيه هنا ما تبقاش مكان خاص لو الناس شايفاك او حتى ممكن تشوفك. اما ثانيا الاتلاف والاعتداء، اللي نزل وكسر عربيه المصور او اعتدى عليه ده اسمه اتلاف عمدي وجريمه قايمه بذاتها. الماده 361 من قانون العقوبات بتقول: من خرب عمدا مالا منقولا مملوكا لغيره يعاقب بالحبس او الغرامه او باحداهما. وكمان لو حصل ضرب او اصابه تبقى جريمه اعتداء كمان. نيجي بقى للنقطه الجدليه: هل اللي صور غلط؟ هل انتهك خصوصيتهم؟ والقانون هنا بيفرق بين التصوير في مكان عام والتصوير بغرض التشهير. يعني لو في مكان عام التصوير مش جريمه في حد ذاته، لكن لو تم نشر الفيديو على السوشيال ميديا بقصد الفضيحه او التشهير فده بيقع تحت طائله الماده 25 من قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات رقم 175 لسنه 2018. يعني اللي صور ممكن يتحاسب زي ما اللي اتصور هيتحاسب، الاثنين في دايره القانون، والقاضي هو اللي بيوزن ويبين النية والسلوك. والخلاصة ان القضية دي مش مجرد فيديو ترند، ده درس مهم لكل واحد فينا. لو شفت تصرف غلط ما تمسكش الموبايل وبلغ الجهات المختصة. ولو انت بقى جوه عربية افتكر ان الطريق العام مش ملكك لوحدك، وان الخصوصية لها حدود، واللي يمد ايده ويضرب ويكسر ويعتدي القانون ما بيسيبهوش. والقضية دي مثال عملي بيورينا ان كل الاطراف ممكن تكون مدانة، اللي عمل فعل فاضح في الطريق العام، واللي كسر عربية واعتدى بالضرب، واللي صور وانتهك الخصوصية. يعني قبل ما نصور او ننشر او حتى نتصرف بعفوية في الشارع لازم نعرف حدود القانون كويس، لان اللي شايف نفسه ضحية ممكن يتحول لمتهم. والقانون مش بيختار مين ضحية ومين متهم، القانون بيشوف مين عمل ايه وازاي وليه. وده بقى الفرق بين الوعي والاندفاع. وخلي صوتك دايما هو صوت الحق.